شم النسيم له أصوله فرعونية، وطول عمر المنيوية بيهتموا بأصولهم الفرعونية. يوم بنلون فيه الدنيا وبتبقى الفرحة حاجة تانية وطعم ولون جديد. تعالوا نشوف المواطن المنياوي بيحتفل بيه ازاي. يلا بينا. الدنيا ربيع والجو بديع، قفل لي على كل المواضيع، قفل ما فيناش تاني وما فيناش ماني ايه ده. الدنيا ربيع الدنيا ربيع الدنيا ربيع الدنيا ربيع والجو بديع، قفل لي على كل المواضيع، قفل. ازاي حضرتك بتحتفلي بشم النسيم؟ والله احنا بنسلق بيض ونلونه ونعمل فطير ونجيب فسيخ ونعمل محشي وكل حاجه. لا بعد ممكن بيض محشي فراخ والفسيخ ده يعني ممكن. يعني بيطلعوا يتفسحوا ويروحوا اماكن ملاهي وكده. كل سنه كده متعودين على كده، كل سنه وانتم طيبين وربنا يجعل مصر كلها بخير. كل شم النسيم بنيجي ما بنفوتش اي شم نسيم خالص. الشجر الناشف بقى ورور، والطير بقى لعبي ومتهور. الشجر الناشف بقى ورور، والطير بقى لعبي ومتهور، واحنا هنفرفش. يعني كالطبيعة بنصحى الساعة 6 الصبح أو 5 الصبح، بنجيب معانا بيض ملون وفسيخ وترمس، وبنقعد مع حبايبنا واصحابنا ويبقى يوم جميل ورائع. نخرج مع بعض احنا والاهل واولادنا، ونخرج مع بعض على كورنيش النيل ونتفسح ونقضي يوم جميل. اكل الفسيخ وبالاحتفالات وبالالعاب وبالفول النابت وبالفطير والبيض وكل حاجه دي. لا الخروجات فعلا صح اكتر، والالعاب وكده على الكورنيش واحنا والمرايح. ده لازم، ده حاجه شيء مقدس يعني، والواحد بيحس ان هو في اسره، اكنه قاعد في الاسره بتاعته وهو قاعد على الكورنيش كده كأنه في الاسره بتاعته. نطلع على طول مع عائلتنا ومع اصحابنا عشان اليوم الوحيد اللي بنطلع فيه في السنه، ناكل فسيخ ورنجه ونتفسح. الله، وبقول للمصريين كلهم كل عام وانتم بخير، والسنه الجايه في احلى عيد واحلى عيد ان شاء الله. يعتبر يوم الفسحه الوحيد في السنه اللي بنطلع نتفسح مع اصحابنا مع اولادنا، وبناخد اولادنا من على الكورنيش وبنتنزه في اليوم ده مع الاخوه المسيحيين، واحنا كلنا مصريين مع بعضينا، وكل سنه وانتم طيبين. كل سنه وانتم طيبين. شم النسيم هيفضل دايما عادة عند المصريين. النهارده زي ما شفنا عروس السعيد دايما في عيد جديد. كانت معكم هيام هشام، قناة منياوي.